الأهلي يفوز على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، والأهلي بياخد مركز ثالث لحين ما يلاعب سان داونز إن شاء الله، ونخرج من هناك بنتيجة بإذن الله تكون إيجابية ويكون الفوز حليف للنادي الأهلي. الأهلي بيخرج من مباراة سهلة جدا. القطن الكاميروني فرقة عادية قوي. التشكيل النهارده كان مثالي قوي للفرقة، ولكن المفروض النادي الأهلي كان بيلعب كرة سريعة، وكل ما بيلعب كرة سريعة بيهدف. الكرة البطيئة بتاعتنا بتدوير الكرة وتدوير الملعب كان سبب في انهاء الهجمات بشكل غير لائق. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبائي واصدقائي في كل مكان، احباء ملعب الهداف، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ملعب الهداف مع اخوكم في الله محمد الصيفي. هنتكلم كده في شويه تفاصيل. هتقولوا لي الفوز النهارده فوز مهم. فوز مهم. اللعب النادي الاهلي النهارده كان كويس. هقول لكم لا، انا مش شايف النادي الاهلي في حاله افضل مما كان عليه الاول. النادي الاهلي كان بادئ بدايه قويه جدا في الدوري المصري وفي بطوله افريقيا ما شفناهاش الى الان، وهقول لكم ليه الاهلي مش هو الاهلي بتاع الاول، ولسه الى الان مقلقنا في حته انهاء الهجمات والكور اللي بتضيع. فلو بتشوفني لاول مره انزل اشترك في القناه، فعل الجرس، دوس لايك. اللايك تقديرا لمجهودنا بيساعدني ان انا اكمل، والكومنت كمان بيفهمني مدى قدرتك على التجاوب معايا في القناه، وان الكلام اللي بقوله فعلا حقيقي ولا لا. فيلا بينا نبدا الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده. بداية كده من تشكيل كان مثالي جدا لفريق زي القطن الكاميروني. بدايه حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي لا خلاف عليه، من الشمال لليمين معلول، عبد المنعم، ياسر ابراهيم ومحمد هاني، امامهم ديانج وحمدي فتحي، قدامهم القندوسي كصانع لعب، محمد طاهر شمال، بيرسي تاو يمين، امامهم محمد شريف. تشكيل مثالي، تشكيل متناسق، وكلهم بيلعبوا مع بعض وحافظين بعض. طيب، راحة بعض اللاعبين وده كان امر واضح، لان في اصابات كتير، اجهاد عضلي وبدني، وفي مباريات متتاليه، وفي مباريات قويه جدا زي المقاولين اللي جاي كمان 3 ايام، وكمان بعدها ب3 ايام هيبقى عندنا مباراه مع سان داونز، مباراه حاسمه هي دي اللي هتحكم النادي الاهلي هيصعد او لا. النادي الاهلي لو خرج بنتيجه غير ايجابيه مع سان داونز، اعرف النادي الاهلي مش هيكمل في بطوله افريقيا. واتمنى يعني غير كده طبعا، اتمنى النادي الاهلي يكمل، ولكن ما قدامناش حل غير ان احنا يا نكسب يا نتعادل على اقل حاجه. النادي الاهلي خلص الشوط الاولاني بنتيجه ايجابيه 2-0 لكوره سريعه لمحمد شريف زي ما اتفقنا، من معلول لطاهر لشريف، استلام وكان مفكر هيعمل ايه، حط في الجول. اذا الكره السريعه بتؤدي الى ان النادي الاهلي بيحرز هدف في الدقيقه ايه، في اول دقيقه في ثانيه 56، كره 1 2 3 جول. فده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي اللي انا اعرفه. عشان كده انا بقول لك النادي الاهلي اللي انا اعرفه لسه ما جاش، لكن بيجي في ايه، في لقطات في المباراه، يجي بعدها فتره طويله جدا كور بتضيع غريبه، كور عرضيات مش مظبوطه، شوط في رجول اللعيبه، تدوير الكره من الشمال لليمين ومن اليمين الشمال لحد ما جت للقندوسي بهجمه مرتده. معلول ايضا بيعمل كره سريعه، الاوفر بيتلعب والكره بتجري، القندوسي بيقطع من قدام المهاجم بيحط بدماغه جول. اذا النادي الاهلي الجون الثاني جايبه بالطريقه برضو نفس الجون الاولاني، 1 2 3 جول. فالنادي الاهلي لما بيلعب كره سريعه بنتفرج على كره اوروبيه. كورته البطيئه اللي بيقعد يدور فيها ديت، ويقعد يدور من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، انت ما قدرتش تستغل غير بهجمتين سريعه. لما بتلعب كره سريعه وبتتحرك ما بين الدفاعات، هم لعيبه صغيره ولاعيبه لسه مستواها الفكري قد كده. فانت المفروض كنت تستغل ده من الشوط الاولاني، تريح نفسك الشوط الثاني، تنزل بقى الناس اللي بره، تجرب تريح لعيبه، تعمل الكلام ده. ولكن ان انت تجيب الجون الثاني في اخر دقيقه في الشوط الاولاني، ده كان مخليك قلقان شويه الى حد ما، لان هم كان هجماتهم مرتده ما فيهاش خطوره، ولكن عندهم لعيبه سريعه ممكن يحرزوا الفارق بعد كده. 10000 متفرج لو كانوا خرجوا النهارده من المباراه بنتيجه سلبيه او زي الماتش اللي فات، كان النادي الاهلي كده خلاص بنسبه تتخطى ال 50% خارج بطوله افريقيا. الشوط الثاني بيبدا المدرب الكاميروني بينزل 3 لعيبه ما كانش بيلعبهم، او لعبهم الماتش اللي قبليه، كان طبعا مغير في التشكيل حوالي 5 لاعبين، نزل منهم 3 ما بين الشوطين. ال3 دول اسفروا ان هو كان عايز يلعب في خط الظهر وورا معلول وورا محمد هاني، ولكن ديانج وحمدي فتحي النهارده كانوا مأديين دورهم الدفاعي بشكل جيد، مع ان ديانج في حاله غير جيده هو وبيرسي تاو، الاثنين عليهم علامه استفهام بصراحه يعني. ولكن
كانوا مأديين دورهم على اكمل وجه، لان اللي بيلعبوا قدامهم مش اللعيبه الفت قوي او اللي هم مهاريين جدا ان يعرفوا يحرسوا الفارق مع القطن الكاميروني قدام فريق زي النادي الاهلي. مفيش كور على النادي الاهلي او على محمد الشناوي نفتكرها في المباراه اللي كانت خطيره. الشوط الثاني بينتهي بكوره سريعه جدا 1 2 3 بعد ما نزل رأفت خليل ونزل محمد اشرف، طلع معلول قدام. وده اللي احنا بنناشد بيه يا جماعه، علي معلول يلعب هاف ما يلعبش باك. علي معلول يلعب وراه باك ثابت بيدافع كويس. محمد اشرف بيدافع كويس، خلاص نلعب محمد اشرف. ايمن اشرف ايام ما كان بيلعب بيدافع كويس في الحته دي يلعب ايمن اشرف، ونحط قدامه علي معلول كهاف ليفت بيقدر يعمل الفارق. مع علي معلول بيتحرك ما بين الدفاعات يا جماعه، ولا احسن لعيب عنده 20 سنه. هو اللي اتحرك، هو اللي لعب الكره للقندوسي، القندوسي استناه لحد ما خد مكان حطها له، عينيه شايفه وباصص ورافع عينيه على رأفت خليل واخد مكان. ولا اميز من كده. رأفت خليل على فكره لعيب جيد جدا ومبشر بالخير، 19 سنه بس لعيب موهوب. تتحط له حطها من لمسه واحده جول. شفت النادي الاهلي ادي الشوط الثاني، الكره السريعه اللي اتلعبت هي الكره دي في الشوط الثاني كله، هي الكره دي جول. فالنادي الاهلي زي ما اتفقنا هيلعب كره سريعه، هيهدف بالمنظر ده وهيكسب 3-4. اقل فرقه هيكسبها 3-4. سان داونز لما كان بيلعب كره سريعه قدامه كان بيقدر يهدف. لما لعب كورته البطيئه سان داونز كان بيضغط وبيغلط اللعيبه، وقدر ان هو طبعا لعيبه مهاريه كلهم سان داونز ما شاء الله عليهم، ما فيش لعيب فيهم قليل يعني، كلهم مهاريين وكلهم عندهم ثبات انفعالي جيد جدا خارج ارضهم زي جوه ارضهم. هو ده اللي ادى ان هم تعادلوا معانا. فالنادي الاهلي محتاج ايه؟ تعالى بقى الفتره القادمه النادي الاهلي محتاج يلعب لعب سريع. واحد، لعب سريع. فقدان الكرة بسهولة لازم يبقى فيه تركيز، ما ينفعش يبقى فيه فقدان كرة بالسهولة دي قدام خصم زي سان داونز. لازم يكون فيه تركيز، التركيز مهم جدا، اللعيبة وثبات انفعالي للعيبة. لازم دماء جديدة بقى في الفرقة، يعني بمعنى اصح في لعيبة كبرت في السن لازم ما تاخدش المباراة كاملة. يعني علي معلول المفروض ياخد نص المباراة، 60% من المباراة يديك فيها مجهوده كله، والباقي ينزل شاب صغير يبتدي ياخد، عشان خاطر معلول سنه وهيبطل كوره مع النادي الاهلي، فلازم يكون في حد بديل ليه. تعديل بقى الاخطاء الساذجه بقى، يعني كولر لازم يقف مع اللعيبه يبتدي يقول لهم تعالى انت كنت واقف في الحته الفلانيه، حصل معاك 1 2 3، اخطات في كام كوره، صوبت كام كوره. والنهارده حاجه غريبه جدا، فرقه زي دي مفيش تصويبه على الجول. فرقه زي دي مفيش تصويبه على الجول، واحدة أو اتنين تقريبا طول المباراة، مفيش كمان. أنا مش فاكر كورة اتصوبت على الجول. لازم نتعلم نشوط على الجول يا جماعة. عندنا 3 في نص الملعب المفروض إن هم شويطة. لازم رقم 8 ده قندوسي لعيب كويس قوي ولعيب شويط، والنهارده ما شاء الله صانع ألعاب كما قال الكتاب، بيتحرك كويس تحت الكورة وبيتحرك كويس للعيبة، بيفضي نفسه. حط كورة لمعلول، كان عنده سكند اسيست مع معلول في الجول الثالث، وحاطط هدف، حاطط الهدف الثاني. احساس بالمسؤوليه للنادي وجماهيره. ما ينفعش ان انتوا تفضلوا مزعلين الجماهير ومزعلين النادي ده وراه 80 مليون مشجع، ما ينفعش من داخل مصر وخارج مصر، ما ينفعش يفضلوا كل فتره النادي الاهلي في كبوه. احنا بقالنا 3 سنين مش شايفين النادي الاهلي هو النادي الاهلي اللي احنا نقدر نقول النادي الاهلي يكسب اي حد. كل مباراه بمباراتها نقول يا لا يا لا، وده مش هينفع. الاحساس بالبوزيشن داخل الملعب، يعني ايه؟ انا لاعب بستلم دايما ظهري للخصم، المفروض ان انا ابقى وشي للخصم عشان اعرف اخد البوزيشن بتاعي صح، استلم في مساحه، استلم والدنيا فاضيه، يعني ما صح اتحرك. مفيش تحركات من اللعيبه باستثناء كام لاعب كده في النادي الاهلي هم اللي بيتحركوا وهم اللي بيقدروا ياخدوا لما بيستحوذوا او بيستلموا في مساحه، بيحرز الهدف الاول والثاني والثالث. هي الاستلام في المساحه، علي معلول عملها، طاهر عملها، القندوسي عملها. المساحات هي اللي بتفرق مع النادي الاهلي. والتحضير بقى، التحضير من اللاعبين اللي قبل كل مباراه، لازم يبقى فيه تحضير للاعب، يقعد كده مع نفسه يحضر نفسه غير ما المدرب يقعد معاه، يحضر هعمل ايه، ازاي الاخطاء بتاعتي اتجاوزها، ازاي اقدر ابقى ايجابي في الملعب، ازاي اقدر اساعد فريقي. لازم اللعيب يقعد مع نفسه ويفكر قبل كل مباراه هنزل المفروض المباراه الجايه اعمل ايه. التحضير ده مهم جدا، التحضير النفسي ده غير التحضير النفسي طبعا من المدربين للفرقه، ولكن التحضير النفسي ما بينك وما بين نفسك دي الاهم. بس ده اللي النادي الاهلي محتاجه في الفتره اللي جايه. مباراه سان داونز مباراه صعبه، مباراه زي ما قلنا لو النادي الاهلي قدر يحضر ليها تحضير جيد، اللعيبه كانت يعني بمعنى صح نفسيا
جاهزه، عندها ثبات انفعالي، المباراه دي هتطلع للنادي الاهلي على الاقل 2-1 على الاقل، او 1-0 باذن الله، او على الاقل هنطلع بنتيجه ايجابيه بالتعادل، وساعتها اقدر اقول لك مبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي في دور الثمانيه. ده كان فيديو النهارده، لو بتشوفوني لحد دلوقتي انزل اشترك في القناه وفعل الجرس، دوس لايك تقديرا لمجهودي، تقديرا للكلام اللي انا بتكلم معاك، وما تنساش الكومنت، اهم حاجه الكومنت يا جماعه، عايز رايكم في الكلام وفي التحليل بتاع المباراه. كان معكم محمد صيف الملعب الهداف، اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.